مميزة يعيش من خلالها نادي الكرمة بقيادة أنطونيو كازورلا المدرب الإسباني، وهو أفضل المدربين طبعا في الجولات أو في الشهر الماضي، أفضل مدرب في شهر يناير. يسعى نعم لقيادة الفريق والعودة إلى الواجهة. تصدر نعم الدوري ولكن بشكل مؤقت، افتقد الخسارة، تعرض ل3 تعادلات تعثرات، ولكنه يسعى للعودة كيف لا، وهو يمثل محافظة الرمادي، وهو نعم يقود ويمثل هذه المحافظة الكبيرة. نعم مشاهدينا الكرام، وهنا حضور جماهيرها التي تتنفس كرة القدم في مدرجات ملعب اللقاء، بينما نفط ميسان القادمون من هناك نعم من الجنوب يسعون لتحقيق الانتصار بقيادة المحنك حسن أحمد. نعم يسعى لتقديم أفضل العروض وأفضل ما يميز هذا الرجل الذي مثل ومر بتجارب مميزة ورائعة، أيضا الرجل الذي مر بمحطات مميزة بتاريخه على مستوى التدريب. رمية جانبية عن طريق اللاعب مصطفى عبد الجليل، هذا هو حسن أحمد، هذا هو الرجل العازم على تحقيق الانتصار، هذا هو الرجل الذي يريد العودة إلى سكة الانتصارات. تحدث يوم أمس في المؤتمر الصحفي وقال بأن الفترة التي أعقبت المباراة الأخيرة منحتنا وقتا كافيا للتحضير الجيد لمواجهة الكرمة على عكس المباريات السابقة. وأيضا قال بأن الكرمة من الفرق الجيدة ودرسناه طبعا درسناه بشكل مكثف. وأيضا قال سنقاتل من أجل الحصول على نقاط المباراة لأننا نطمح لإرضاء جماهيرنا وإدارتنا. عرضية إلى الأمام، وجدت المتابعة من جانب أيوب مودن المغربي، أبعدها وعادت من جديد عن طريق محمد أبو حشيش. كرة عادت في وسط الملعب، عملية الاستلام جميل اليحمدي، ينطلق من هناك العماني في وسط الميدان، ينتظر ويتريث ويعود إلى الخلف لكرار عامر لمصلحة نادي الكرمة العازمون على تحقيق الانتصار بلوحة رائعة تمثلها هذه الجماهير، بلوحة مميزة ترسمها جماهير نعم فريق نادي الكرمة هنا في هذه الموقعة الكبيرة. بعيدا عن المسميات وعن الشعارات، نعم شعار أي نادي من أندية الرمادي اليوم هم يمثلون الرمادي. نعم نادي الكرمة على الرغم من أنه تأسس حديثا، ولكن سرعان ما صار على المنافسين والكبار الدوري، سرعان ما ظهر وبزغت شمس المنافسة والتحدي هنا بأقدام هذا البرتقالي، هنا بأقدام صقور الغربية، يسعون يفتشون عن تقديم وعزف سيمفونية الانتصار. نعم هنا اليوم يمثلون محافظة كبيرة بأكملها، الجماهير تبتعد عن شاشات التلفاز من أجل مشاهدة البرامج الترفيهية الرمضانية، هم اليوم نعم لمشاهدة ملحمة كروية كبيرة هنا مشاهدين الكرام، هنا في ملعب الرمادي، يسعون لتحقيق الانتصار. عودة من هناك بضربة الركنية من هناك لفرسان المملكة لنفط ميسان. نعم القادمون من الجنوب يسعون نعم لتحقيق الانتصار. أيضا هناك الجماهير تشاهد تتابع، جماهير نفط ميسان ممثل محافظة ميسان الكبيرة. نعم أيضا عودة في وسط الميدان عن طريق كرار عامر في وسط الملعب لمصلحة نادي الكرمة، إلى الأمام عملية التمرير على أقصى اليسار عن طريق أيوب مودن، عودة من جانب محمد أبو حشيش، يبحث من هناك العرضية والمحاولة بالراس، لو زالت خطيرة ولكن أيمن من هناك، والمراقبة اللصيقة ومتابعة تحركات أيمن الخطير الذي يسجل ويصنع الفارق من أنصاف الفرص. خطير جدا خطير جدا مهاجم منتخبنا الوطني. عودة إلى الأمام من جانب سجاد جاسم، سجاد إلى الأمام، سجاد على اليسار، أي شعارات وأي نعم أصوات وأي سيمفونية تقدمها جماهير
هنا في مدرجات ملعب الرمادي نشاهد ونتابع نعم الجماهير التي تتنفس كرة القدم، الجماهير التي تريد أن تشاهد أجواء أكثر من رائعة هنا في ملعب الرمادي. هنا يتابعون، هنا يشاهدون، هنا في أجواء مميزة ورمضانية رائعة مثيرة جدا. أيضا من هناك نادي نفط ميسان فرسان المملكة في قمة كروية، في قمة كبيرة. أمجد رحيم، ومن هناك البحث المتواصل عن أول أهداف المباراة. ضربة ركنية لمصلحة القرمة من جانب لؤي، عرضية راسية، ولكن من هناك متابعة رائعة من جانب دفاعات نفط ميسان، والعودة إلى الخلف، متابعة حاضرة من جانب علي محسن. علي محسن إلى الأمام من أموري فيصل، والعودة من جديد لإبراهيم سعاد أو أيوب مودن. علي محسن في وسط الميدان، عودة إلى الأمام أموري فيصل، عودة على اليسار، عملية الاستلام من جانب كرار عامر، كرار على اليسار، كرار والتمريرات المستمرة بين كرار وإبراهيم سعاد، عودة إلى الأمام، التمرير باتجاه أموري فيصل، أموري يحاول، أموري يمرر على جهة اليسار، عملية الاستلام، المحاولة، الكرة من هناك والتدخل من جانب الدفاع. واثق محمد يقول ضربة ركنية لمصلحة فريق نادي القرمة الذي يفتش عن الهدف الأول. أجواء رائعة جدا، أجواء جماهيرية مميزة ومثالية، وعبارات التشجيع والمؤازرة هنا في مدرجات ملعب الرمادي. أموري فيصل في كرة ثابتة في ضربة ركنية يفتش من خلالها أموري، ولكن هناك اشتباك لفظي بين اللاعبين في داخل منطقة الجزاء. ضربة ركنية من هناك تبعد من جانب الدفاع، ومن هناك كرار عامر أراد الكرة الماضية، نعم أراد الكرة الماضية، نعم بطريقة خرافية. نعم هي الجولة 19. نعم مرت المباريات والمنافسات. يوم أمس افتتحت هذه الجولة بمباريات رائعة ومثيرة جدا، ب3 مباريات. القوة الجوية يحسم الديربي المثير بانتصار على الطلبة 2-1. الغراف بمباراة مثيرة جدا ودراماتيكية حقق الانتصار على دهوك ب4 أهداف مقابل 3. ونوروز يعمق من جراحات النجف بثنائية نظيفة. 3 مباريات انطلقت في ثاني أيام الجولة 19 في هذا اليوم. الموصل 2-1 على الميناء، القاسم يخسر من أربيل بثنائية نظيفة، والشرطة يحقق الانتصار على ديالى ب2 مقابل هدف وحيد. ويختتم اليوم نعم بمواجهتين، اليوم الثاني بمواجهتين بنفس التوقيت، الكرخ والزوراء بنفس هذا التوقيت، وهنا في هذه القمة بين القرمة ونفط ميسان. غدا 3 مباريات. عودة إلى الأمام، محاولة على جهة اليسار، محاولة لا زالت قائمة، عودة متابعة من جانب الدفاع، عودة من جديد، كرة إلى الأمام، وصلت. يوم غزة أخو يستضيف النفط، والكهرباء يستضيف أمانة بغداد، وتكتمل المباريات 10 لحساب منافسات الجولة 19 التي ستعقبها الجولة 20، والتي سوف تنطلق في يوم السبت إن شاء الله تعالى. يوم السبت مباراة واحدة فقط لحساب الجولة 20، ومباراة مؤجلة لحساب الجولة الأولى، وهي مباراة الديربي المثير والكبير بين الزوراء والشرطة، المباراة التي تأجلت من الجولة الأولى بسبب التزامات ومشاركات الفريقين في البطولات الآسيوية، في البطولات الخارجية.
كرة في وسط الملعب، تمريرة، عملية الاستلام، محاولة من جانب أيمن حسين والعودة إلى الأمام. كرار عامر، كرار أيوب مودن، استلام من جانب علي محسن، علي على جهة اليمين، التمرير والمتابعة من جانب اللاعب مصطفى عبد الجليل، وأيضا حارس المرمى من هناك أمجد رحيم. أمجد رحيم الذي مثل وقام طبعا أيضا بأدوار مميزة مع الأندية التي مثلها في مسيرته. 30 سنة لأمجد رحيم، مباراتين هذا الموسم بشباك النظيفة، قادم من نادي النجف، مثل الكهرباء، مثل نادي النفط، مثل الطلبة، مثل القوة الجوية، مثل الشرطة والميناء. مسيرة مميزة مع أقطاب كرة القدم العراقية. متابعة من جانب اللاعب جعفر ناصر، ولا رمية جانبية تحولت لمصلحة فريق نادي القرمة. القرمة لايمن، عودة على اليمين، جميل اليحمدي من هناك يتحصل على رمية جانبية. رمية جانبية، عودة من جديد، عودة للأمام، تلعب على جهة اليمين، متابعة حاضرة من جانب ناثانيل نانغولو الكاميروني، يتدخل ويتابع الكرة الماضية. عودة من جديد، هذا هو لاعب سواليو واتارا العاجي وليس ناثانيل. سواليو واتارا من هناك يقوم بأدوار الدفاعية، ومهمة اليوم لهذا اللاعب هو مراقبة أيمن أينما ذهب، أينما حل، أينما تواجد وتمركز، أينما ترقب الكرات، أينما انتظر الكرة وانتظر الحاسودة ليحصد الهدف الأول في المباراة. عودة على جهة اليسار، عملية الاستلام عن طريق علي محسن في أقصى اليمين، أموري فيصل بالراس، عرضية من جانب سجاد ولكنها طالت عند حارس المرمى أمجد رحيم، وصلت واستقرت بأحضان أمجد. عودة للأمام لنفط ميسان، فرسان المملكة يحاولون تمريرة، متابعة من جانب كرار عامر من أمام الكرة الماضية، من أمام اللاعب التونسي نسيم سيود، يحاول اصطياد شباك نادي القرمة. عودة إلى الأمام، متابعة من جانب الدفاع، عودة عن طريق اللاعب علي محسن، ممتاز علي محسن والتمرير، أموري فيصل، إبراهيم سعادة، استلام من جانب أيوب مودن والتمرير على فائق، عملية الاستلام على والتمرير جميل اليحمدي، متابعة للكرة، عودة من جديد والسقوط من جانب القائد والمتابعة سجاد جاسم عن طريق علي محسن والتمرير على الجهة اليسار والتغيير بمسار اللعب. أموري فيصل، تمريرة للأمام، محاولة خطيرة والانفراد، الله فرصة خطيرة للقرمة، ولكن أمجد رحيم يتصدى ومن هناك يتألق ويحرم فريق القرمة من هدف الأول. تمريرة رائعة، نعم شقت دفاعات نادي نفط ميسان، ولكنها وجدت المتابعة، وجدت أمجد رحيم الذي يخرج بشجاعة من مرماه، يخرج لإنقاذ الموقف، يخرج للتصدي للكرة الماضية، وأبرز وأخطر الكرات حتى الآن في أول ربع ساعة شاهدناها، عشنا بأجوائها مشاهدينا الكرام من هذا اللقاء. عودة على اليسار، محاولة من جانب اللاعب محمد أبو حشيش، يحاول الأردني ولكن كرة طالت وأبعدت إلى رمية جانبية. رمية جانبية للقرمة وصلت عن طريق أيمن حسين، أيمن والعودة للخلف، عودة في وسط الميدان، تقدم، محاولة، عملية الاستلام، متابعة من جانب الدفاع، عودة بالراس، وصلت وعادت، تقدم إلى الأمام، محاولة في وسط الملعب، نقلة على جهة اليسار، متابعة، السقوط، المتابعة للأمام، لؤي للأمام، يحاول لؤي العاني، لؤي ينتظر، يتريث، يمرر في وسط الملعب، عملية الاستلام عن طريق أموري فيصل، بعد ذلك عادها ومررها باتجاه لؤي العاني، تمرير على جهة اليمين والنقلة للأمام من اليحمدي إلى هالو، ولكن سواليو أو ناثانيل نانغولو، نفس الستايل بين واتارا
وناثانيل نانغولو. الثنائي القادم من القارة السمراء، الكاميروني والعاجي، الممثل لقلبي الدفاع لفريق نادي نفط ميسان. عودة للأمام عمرو فيصل والتسليم لأيمن. أيمن يحاول، أيمن على اليسار، حاول وانتظر وعاد بها في وسط الميدان، حيث سجاد جاسم، والإرسال على الجهة اليسار عن طريق محمد أبو حشيش. يحاول محمد ولكن متابعة حاضرة من جانب الدفاع إلى خارج أرضية الملعب. ناثانيل نانغولو على جهة اليسار، رمية جانبية تلعب إلى الأمام. عمرو فيصل يحاول للؤي، لؤي العاني، والعودة لعلي محسن، والتمرير، المحاولة بالراس والتحضير لا زالت قائمة، خطيرة جدا، خطيرة لؤي عن طريق جميل الأحمدي لعلي محسن على اليسار، العرضية، ولكن من هناك لا زالت خطيرة، خطيرة جدا لا زالت حتى الآن، الخطورة البرتقالية، الخطورة المستمرة حتى الآن، والصافرة تأتي نعم في هذه اللحظات. حالة تسلل على عناصر نادي الكرم، على لؤي، لؤي العاني، هجمة خطيرة كانت وتستمر المحاولات والضغط الكبير. فريق نادي الكرم المتسلح بعناصره وأيضا بجماهيره، فريق نادي نفط ميسان متسلح أيضا بإرادة لاعبيه وأيضا بخبرة مدربه، المدرب حسن أحمد. عودة في وسط الملعب، كرة بالراس، لؤي العاني يتعرض للإصابة بتدخل من جانب القائد سجاد جبار. سجاد جبار في هذه اللحظات يتدخل، مخالفة لنادي الكرمة. أيوب موتن، سجاد جاسم، سجاد وجميل الأحمدي، عودة إلى الأمام، كرة في وسط الملعب، تقدم إلى الأمام والصراع والسقوط والصدام في هذه اللحظات. أجواء جماهيرية رائعة تصنعها جماهير نادي الكرمة، أنصار نادي الكرمة، نعم هنا في ملعب نادي الرمادي. نادي الكرمة من هناك يدافع، محمد أبو حشيش يمرر باتجاه أمور فيصل، أمور والتمرير، أمور إلى الأمام، وصلت لأيمن، أيمن يحاول، أيمن يتقدم، ولكن من هناك سواليو واتارا، ولكن أيمن يتمكن من استعادة الكرة، يتمكن من إعادتها في وسط الملعب. سجاد أو كرار عامر، أيوب موتن، أيوب إلى الأمام، أيوب والتمرير، كرة إلى الأمام، نقلة على جهة اليسار، محاولة للأمام، أمور فيصل، أمور والتمرير، المحاولة، الدخول، الاقتحام، العرضية، الرأسية، ولكنها مرت لا زالت خطيرة خطيرة خطيرة، ولكن من هناك الدفاعات تتصدى وتتابع هذا المد البرتقالي الهجومي الكاسح من فريق نادي الكرمة. من هناك يحاول، يتقدم، يبحث، يفتش عن الهدف الأول، فهل يصلون إلى مرمى نفط ميسان؟ هل سيصلون؟ هل سيسجلون؟ هل سيدونون الهدف الأول؟ نتابع وننتظر، ولكن من هناك نادي نفط ميسان بدفاعات الصامتة، نعم، وأيضا يدخل بروح كبيرة، كما ذكر المدرب حسن أحمد بأن المباراة الأخيرة التي حققنا من خلالها الانتصار أضافت لنا معنويا الكثير والكثير، وبالتالي يسعى ويدخل فريق نفط ميسان متسلحا بالانتصار الذي حققه في المباراة الماضية، متسلحا بعزيمة لاعبيه، متسلحا نعم بعزيمة هؤلاء اللاعبين فرسان المملكة هنا أمام الصقور في صدام كبير. الفرسان من أجل دك الراية، نعم، ومن أجل رفع راية الانتصار، ومن أجل تحقيقه. ولكن لمسة يد في الكرة الماضية هي من تنقذ الموقف
نعم، وفي هذه اللحظات كانت قريبة صقور الغربية نعم من التحليق عاليا في هذا اللقاء. من هنا كانت الكرة سليمة، ولكن لمسة يد على اللاعب ولو فائق. من هناك اللاعب مصطفى عبد الجليل، مصطفى عبد الجليل بكرة ماضية. يضرب عصفورين بحجر واحد، انقاذ الموقف ولمسة اليد الواضحة. عودة إلى الأمام، المتابعة من جانب الدفاع، عودة إلى حارس المرمى في هذه اللحظات، والتمرير نعم لمصلحة فريق نادي القرمة. رمية جانبية، هذا هو محمد حميد القائد والخبير وصانع الإنجازات مع الأندية الجماهيرية ومع المنتخب الوطني، وأيضا من الإضافات القوية في صفوف نادي القرمة. تمرير على اليسار، محاولة إلى الأمام خطيرة من جانب ناصر، يحاول سجاد جبار، يحاول في هذه اللحظات في كرة خطيرة نعم جعفر ناصر، والعودة والمتابعة من جانب الدفاع. في وسط الملعب عادت، انطلقت، وصلت، مررت، نقلت على اليمين، انطلق اليحمدي، مررها لأموري فيصل، حاول ولكن من هناك الدفاعات تتصدى، ومن هناك عند الحارس أمجد رحيم تؤمن الكرة الماضية، تتابع الكرة الماضية والعودة من هناك. مباراة لم تتوقف، مباراة برتم سريع، مباراة سريعة جدا بالتأكيد بأهميتها لدى اللاعبين، بأهميتها نعم أهميتها للمدربين. مباراة تكتيكية وفنية بحتة، وأيضا بمستويات بدنية هائلة لدى لاعبو الفريقين. هناك من يبحث للارتقاء في الأماكن وفي المراكز الدافئة في جدول الترتيب، وهناك من يسعى للعودة إلى الواجهة. وبين هذا وذاك في سيناريو لا يمكن أن نتوقع حضوره وحدوثه، نعم لا يمكن أن نتنبأ وأن نخمن ماذا سوف يحدث في هذه المباراة، فهذه كرة قدم، ولا يغرنك من سيطر واستحوذ وأخطر مرمى المنافسين. عودة للأمام، نقلات عند دفاعات نادي نفط بيسان، تمريرة من جانب وتارة في وسط الملعب، عادت عن طريق جعفر ناصر. عبارات التحفيز والدعم المستمرة في مدرجات الملعب، في مدرجات ملعب اللقاء من أنصار نادي القرمة. نعم هكذا يخاطبونهم، هكذا نعم يرددون، هكذا يريدون منهم أيضا تحقيق الانتصار بعد غياب لفريق نادي القرمة عن تحقيق الانتصار ب3 مباريات، 3 تعادلات وبنفس النتيجة. آخر انتصار في الجولة 15 على حساب نوروز بهدف عمر عبد مجباص في الدقيقة 87 بهدف وحيد، حقق الانتصار من خلال نادي القرمة بعد التعثر ب3 جولات. الجولة 16 تعادل مع الكرخ 1-1، الجولة 17 التعادل مع الطلبة 1-1، الجولة 18 تعادل مع ديالى 1-1. نعم إنها المباراة الأخيرة، المباراة الماضية بين القرمة وديالى. سجل أحمد مكنزي الغائب عن التشكيلة الأساسية ولكن يتواجد في دكة البدلاء. أحمد مكنزي، يتواجد أيضا عمر مجباص، عبد مجباص، محمد عبد الرضا، عبد الإله غازي، إبراهيم سعادة، أنور طرخات، شهرم ساميف، تياغو دي لونكو، دولان فان مهدي. هذه العناصر متواجدة في دكة بدلاء فريق نادي القرمة. فقط يفتقد خدمات اللاعب محمد الطائي بسبب البطاقة الحمراء، ولكن فريق نادي نفط بيسان الغيابات نعم تزلزل قائمة فريق نادي نفط بيسان. كريسكو فوما وماتي أولو داميليا بسبب الحرمان، مهند حبيب ومصطفى محمد بسبب الإصابة، ولكن فريق نادي نفط بيسان
يدخل بهذه الأسماء بهذه العناصر. نعم نفط ميسان الكبير بمن حضر نعم، وبقيادة الموسيقار وقائد الفريق في هذه المباراة سجاد جبار، وأيضا ربان السفينة لفرسان المملكة ألا وهو المدرب حسن أحمد. 16 مباراة، 14 مباراة في بطولة الدوري، مباراتين في بطولة الكأس، 16 مباراة قاد بها فريق نادي نفط ميسان، 5 انتصارات 4 تعادلات 7 هزائم. جاء خلفا للمدرب الأردني عبد الله أبو زمع. الضربة الثابتة عن طريق لؤي العاني، ترسل عالية، محاولة خطيرة بالراس، تتخلص، عودة من جديد، عودة من هناك عن طريق علي محسن، هلا فائق، عرضية، محاولة راسية من جانب أيمن ولكن توبعت، ومن هناك تمت استعادتها من جانب علاء سعد. علاء إلى الأمام، علاء والتمرير، عملية الاستلام والفقدان السريع للكرة الماضية والاستعادة لفريق نادي نفط ميسان. إلى الأمام، يحاول يمرر، تقدم، ادفانتج، تسديدة ولكن سهلة عند حارس المرمى، عند محمد حميد. الكرة الماضية ومحاولة نسيم صيود الباحث عن اصطياد شباك الفريق نادي القرمة. عودة إلى كونتر اتاك سريع عن طريق جميل اليحمدي وايمن حسين، وللقرمة العودة سجاد جاسم، هلا فائق، جميل، تمرير إلى الأمام إلى لؤي، متابعة حاضرة من جانب سواليو واتارا إلى خارج أرضية الملعب. هلا فائق، تمرير على جهة اليمين، سجاد جاسم، عرضية ترسل عالية من هناك ولكن توبعت من جانب الدفاع أو من حارس المرمى من أمجد رحيم، يتابعها، ومن هناك اللاعب ناثانيل نانغولو. عودة للأمام، محاولة، انطلاقة خطيرة عن يسار، التمرير، المراقبة من هناك والإنقاذ والاستعادة بتوقيت مميز من جانب محمد أبو حشيش. ينقذ الموقف، يتصدى لهذا المد الهجومي، نعم، ويوقف ويحد من خطورة نفط ميسان إلى ضربة ركنية لمصلحة فرسان المملكة. التونسي حاول، مرر من هناك لعلى سعد ولكن بالتوقيت المناسب يظهر ويتابع الكرة الماضية محمد أبو حشيش، وإلى ضربة ركنية لمصلحة نفط ميسان. نفط ميسان، ضربة ركنية، محاولة لفرسان المملكة، ترسل عالية خطيرة من هناك لحارس المرمى، متابعة خطيرة، الظهور بتوقيت مناسب ولكن لا زالت الكرة حتى الآن، والخطورة الحمراء لفريق نفط ميسان ولكن خطأ لفريق نادي القرمة في هذه اللحظات. خطأ للقرمة في هذه اللحظات، مخالفة في وقت كان به فريق نادي نفط ميسان يضغط ويحاول. توتر في الأجواء، عصبية واضحة من جانب اللاعبين، مباراة صعبة على الفريقين، مباراة تشهد توتر نعم بين اللاعبين واشتباك لفظي واشتباك بدني، ومن هناك محاولة عرضية ولكن بالراس من جانب أيمن، وصل السهلة عند أمجد رحيم. الكرة الماضية نصف ساعة مرت وانقضت من عمر اللقاء، نصف ساعة مرت وانقضت من مواجهة شرسة جدا بأجوائها بأحوالها بمجرياتها هنا في لحظات مثيرة في هذا اللقاء. سقوط للاعب سواليو واتارا او ناثانيل نانغولو، يسقط ارضا متاثرا باصابه
في هذه اللحظات. عودة من جديد، هلو فائق، هلو إلى الأمام، يمرر، متابعة حاضرة من جانب الدفاع، عودة في وسط الميدان، عودة عن طريق سجاد جاسم، سجاد والتمرير باتجاه أيوب لمصلحة علي محسن، علي يمرر، علي إلى الأمام، ولكن متابعة، تمريرة ضعيفة، وجدت دفاعات نفط ميسان حاضرة متألقة، وقيادة لكونتر اتاك سريع إلى الأمام، المحاولة السقوط، ولكن من هناك لا وجود للصافرة، لا وجود لمخالفة. نعم في هذه اللحظات استعادة لسجاد جاسم، سجاد إلى الأمام، سجاد والتمرير، سجاد عن طريق أموري فيصل، أموري يمرر في وسط الميدان، أموري والعودة إلى الخلف عن طريق سجاد جاسم إلى الأمام، نقلة على اليسار، محمد أبو حشيش، محمد في وسط الملعب، كرار عامر، أيوب مودن، مودن إلى الأمام، مودن يتقدم، يمرر أمامية في أقصى اليسار، متابعة من جانب الدفاع، عودة من جديد في وسط الملعب، نقلة على جهة اليمين، محاولة ونقلة على اليمين، محاولة هلو فائق، هلو عرضية رأسية، ولكنها مرت وإلى خارج أرضية الملعب، تحولت وطالت إلى ضربة مرمى. لؤي العاني من هناك براسية ظلت الطريق وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، عودة من جديد، 4 تسديدات للقرمة مقابل تسديدتين لنفط ميسان، عودة للأمام، عرضية، ولكن عند الحارس أمجد رحيم تنتهي الخطورة. نعم كرة أيمن حسين، هدف واحد في هذا الموسم حتى الآن في بطولة الدوري، قادم من الخور بعد فترة في الملاعب القطرية على مستوى الاحتراف، الخور والوكرة، عودة للأمام، أيضا المريخية، الجزيرة الإماراتي، الرجاء الرياضي، نعم المغربي، عودة في وسط الملعب، تقدم إلى الأمام، ولكن وصلت سهلة عند حارس المرمى، عند محمد حميد، أيوب موتن، كرار عامر على اليسار في وسط الملعب، القرمة القادم من تعادل 1-1 مع ديالا في استاد ديالا السبت الماضي، نفط ميسان قادم من فوز 2-1 أيضا في السبت الماضي في ملعب ميسان على حساب القاسم الجريح، عودة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ضربة ركنية مع خطورة برتقالية مستمرة حتى الآن يحاولون يضغطون، يواصلون هذا الضغط، يواصلون هذا نعم البحث عن الهدف الأول. الضربة الركنية من هناك، ولكن واثق محمد يخاطب أيمن ويخاطب أيضا سواليو واتارا، الثنائي بين الباحث عن الهدف الأول وبين المانع عن تسجيل الهدف الأول، والعودة من هناك لا زالت طالت حتى الآن عن طريق جميل اليحمد الخطير الجميل بأدائه باسمه برسمه بإبداعه الكبير، جميل اليحمدي، والإضافة القوية جدا لصفوف نادي القرمة. رمية جانبية، هلو فائق، تلعب إلى الأمام بالراس، تبعد من جانب الدفاع، عودة أمامية من جانب لؤي العاني، عودة في وسط الميدان، وصلت من هناك، استقرت عند كرار عامر، كرار من جديد نقلها على اليسار، تقدم إلى الأمام، محمد أبو حشيش يفتش الأردني، يمررها أموري فيصل، عرضية رأسية، ولكنها عادت إلى خارج أرضية الملعب ومرت بسلام على مرمى فريق نفط ميسان، مع ضغط كبير ورهيب يواصل من خلال فريق نادي القرمة التفتيش عن الهدف الأول، مرت بسلام راسية أيمن وإلى ضربة ركنية، هذه عرضية أموري، وأيمن من هناك حاول في الكرة الماضية ولكن
سبقه اللاعب ناثانيل نانغولو وبراسية أبعدها وعادت، لا زالت على اليمين عن طريق لؤي العاني، عرضية راسية ولكن أمجد يتصدى رحيم، ومن هناك يجيد التألق، يجيد الكرات الصعبة، الكرات المعقدة يجيدها، يتصدى أمامها. إنه أمجد من هناك بضربة ركنية يؤجل الهدف الأول. عودة للؤي، راسية ولكنها سهلة تصل عند الحارس أمجد في هذه المرة أمام رأسيات أيمن ومحاولات أيمن وضغط أيمن وتفتيش أيمن عن الهدف الأول في هذا اللقاء وهدف الثاني في بطولة الدوري. في وسط الملعب علي محسن، عموري فيصل، رتم لا يهدى أبدا، رتم المباراة نعم سريع جدا، حار جدا، نعم بإثارة المباراة بأهميتها لدى الفريقين. هو من يشعل الوتيرة، هذه الأهمية هي التي تشعل هذه الوتيرة نعم وتفجر المنافسة والتحدي أكثر وأكثر، وتجعل الحرارة ترتفع هنا في مدرجات ملعب اللقاء، وأيضا في هذا المستطيل الأخضر بين الفريقين، بين الفرسان والصقور. عودة إلى الأمام في دفاعات القرمة، تقدم من جانب محمد أبو حشيش، وصلها لأموري فيصل، أموري فيصل والتمرير في وسط الميدان. عودة وعملية الاستلام عن طريق هلو فائق، ينقذها من العبور والخروج، وعودة للأمام من جانب القائد سجاد جبار. صافرة وخطأ، سجاد جاسم يسقط، يشكو من إصابة، كانت كلمة هناك في المؤتمر الصحفي للاعب سجاد جاسم الذي ظهر رفقة مدربه أنطونيو كازورلا. تحدث سجاد وقال بأننا جاهزون لمواجهة نفط ليسان، ولدينا الدافع والثقة لتحقيق نقاط الفوز. وقال أيضا بأن طموحنا كبير لتحقيق نتيجة جيدة مع نهاية المرحلة الأولى من أجل المنافسة على المراكز المتقدمة. نعم، هكذا تفاءل، هكذا تكلم، بهكذا طريقة تحدث، بهكذا صورة ظهر متفائلا سجاد جاسم القادم من نادي الشرطة. نعم، سنوات رائعة، سنوات مميزة خاضها مع نادي الشرطة، واللاعب الذي انطلق من كربلاء مثل نادي النفط في فترة مميزة أيضا. ولكن المسيرة الأبرز والأفضل لدى سجاد جاسم هي مع نادي الشرطة، وما أدراك ما نادي الشرطة ومسيرته مع نادي الشرطة، والتتويج 3 مرات ببطولة الدوري، منها 3 مرات على التوالي طبعا، ب 23 24 25، بطولة الكاس موسم 23 24، بطولة السوبر موسم 21 22، أيضا مع القيثارة، أيضا مع نادي الشرطة. عودة إلى الأمام في وسط الميدان، نقلت على اليسار، من هناك المتابعة الحاضرة من جانب الدفاع، تمرير على الجهة اليمين، نقلة إلى الأمام، سلام عن طريق هلو فائق إلى الأمام، يتقدم ويمرر لأيمن، لجميل، ليلي أحمدي، يحاول جميل، يفتح مساحات، يمرر، يفتش، يبحث عن الحلول، يتقدم إلى الأمام على اليسار، وصلت لمحمد، انتقلت لأموري، أبعدت على اليسار، أبعدت عرضية من هناك عن طريق دفاعات نفط ميسان الصامدة والمرابطة في دفاعاتها في مناطقها الدفاعية. عودة في وسط الملعب، تقدم إلى الأمام، نقلة على اليسار، لؤي العاني والتمرير لكرة سريعة طالت، لا زالت قائمة تسديده، الله 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 الله، وضربة مرمى لأمجد رحيم. أمجد يخاطب ويطالب، نعم، ويقول بأن الكرة قد خرجت، بأن الكرة قد مرت من البداية، ولكن من هناك أعطى المتابعة حكم اللقاء.
عودة من جديد في وسط الملعب، نقلة بالراس لنادي القرمة عن طريق كرار عامر، نقلة لأموري فيصل وسجاد جاسم، ولكن من هناك الالتحام بينه وبين اللاعب محمد سلام عناد العنيد بهذه الكرة الماضية. بالكرة الماضية سقوط للاعب على سعد الذي يتألق في هذا الموسم، 5 أهداف سجل في هذا الموسم، هدفين في مرمى النجف، هدف في مرمى الزوراء، هدف في مرمى دهوك، هدف في مرمى أمانة بغداد، صنع هدفين وسجل 5. عودة للأمام، محاولة وتصويبة وصلت سهلة عند محمد حميد، الكرة الماضية محمد من هناك مررها للأمام في وسط الميدان، كنترول رائع من جانب أيمن حسين. بهكذا كرات من الصعب أن تتفوق على أيمن نظرا للقوة الجسمانية والكتلة البدنية التي يتحلى بها هذا اللاعب. يسيطر على الكرة، يأخذ الكرة ويحوط الكرة بالقوة البدنية لديه. عودة من جديد، تقدم إلى الأمام، كرار سعد يحاول يمرر إلى الأمام لعلي لطيف وكرار والتصويب، ولكن أموري فيصل يعترضها. أموري يتصدى لهذه الرغبة الهجومية. عودة في وسط الميدان، عودة من جديد، تقدم إلى الأمام عن طريق نفط ميسان، يحاولون لنادي نفط ميسان على اليسار، فرسان المملكة يحاول جعفر ناصر يمرر، ولكن متابعة كانت في الكرة الماضية والعودة والخطأ للقرمة. لعبت سريعا، مررت إلى الأمام، نقلت، وصلت إلى الأمام لمصلحة نادي القرمة. عودة من جديد، تقدم والتمرير في أقصى اليسار والمحاولة لأيمن، ولكن الاعتراض من جانب نانجولو والتمرير، كرار سعد، سلام لعلي لطيف، علي والتمرير في وسط الميدان عن طريق سجاد جبار، القائد يمرر على جهة اليسرى، نسيم صيود والتمرير إلى الأمام، متابعة من جانب الدفاع، العودة لا زالت قائمة، المحاولة التمرير عن طريق نسيم الصيود، يحاول في الكرة الماضية ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. نسيم الصيود يحاول في الكرة الماضية، يحاول اللاعب الخطير جدا. أيضا من الانتدابات الجديدة في صفوف نادي نفط ميسان، نسيم صيود، ضربة ركنية راسية خطيرة، خطيرة جدا، خطيرة كانت راسية اللاعب علي سعد الذي حاول وأرسلها وحاول من خلالها، ولكنها ظلت الطريق وتحولت بسلام، مرت بسلام على مرمى نادي القرمة. عودة إلى الأمام في وسط الميدان، أرسلت، نقلت، عملية الاستلام والمتابعة من جانب الدفاع. عودة إلى الأمام، كرة في وسط الميدان، عودة أمامية، نقلة على الجهة اليمنى، عودة للؤي العاني والتمرير لجميل الأحمدي، جميل يحاول، جميل ينتظر، جميل يمرر، العرضية والمحاولة، ولكن الدفاع وعملية الاعتراض والتصدي في الكرة الماضية، في اللقطة الماضية، في المحاولة الماضية. ضربة ركنية من هناك ترسل عالية، محاولة بالراس تبعد من جانب الدفاع. عودة من جديد، كرة إلى الأمام، محاولة، عودة من جديد لدفاعات نفط ميسان، كرة في وسط الملعب، عودة من جديد، تحولت وطالت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. تصل الكرة عند هلو فاق والتمرير باتجاه لاعب كرار سعد، كرار، عملية الاستلام، علي محسن لمصلحة سجاد جاسم، سجاد إلى الأمام، سجاد يحاول، يجد من هناك ويتابع وينقلها باتجاه أموري فيصل، أموري إلى الأمام، أموري ينتظر ويتريث، أموري فيصل، دقيقتين كوقت محتسب بدلا للضائع في هذه اللحظات
وهذا دليل على أن المباراة لم تتوقف. المباراة كانت سريعة بمجرياتها، بأحداثها، طبعا روعة الأداء الفني لدى اللاعبين. عودة في وسط الميدان، سجاد جاسم، تمريرة وعودة من جديد. سجاد يحاول يمرر باتجاه أموري، فيصل وعملية الاستلام، فيصل والتمرير، نقلة على الجهة اليمنى، تقدم إلى الأمام، المحاولة إلى الأمام، تمرير على اليمين، الدخول، المحاولة والمتابعة من جانب الدفاع. عودة لا زالت قائمة حتى الآن. نعم، متابعة من جانب دفاعات نفط ميسان. دقيقة إضافية انقضت ومرت بسرعة، تمر الدقائق، بسرعة تمر الثواني واللحظات والمجريات، ولكن حتى الآن التعادل السلبي هو الذي يهيمن. جميل، عرضية، محاولة، الله 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 الله، كاد أن يلتقطها، كاد أن يصطادها، كاد أن يودعها في الشباك، كيف لا؟ وهو الذي يفضل ويحبب هكذا كرات، يفضل هكذا كرات الضربات الراسية، الكرات العالية هي المفضلة لديه، هي المحببة لديه. ضربة ركنية راسية، جميل، تسديد، الله 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 الله. المجد البرتقالي لا زال قائما، لا زال مستمرا، لا زال مفتشا عن هدف أول، عن هدف أول. نعم، الله على جميل، ومتابعة من محمد أبو حشيش في الكرة الماضية، ولكن مرت بشكل عجيب وغريب وارتقت من فوق العارضة. فوق العارضة ارتقت الكرة الماضية. مشاهدينا الكرام، متتبعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، حكم اللقاء واثق محمد يعلن عن نهاية شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بين فريقي القرمة ونفط ميسان. مشاهدينا الكرام، لا تذهبوا بعيدا، بعد الاستراحة الحسم موجود، ولكن لمن؟ لفرسان المملكة أم للصقور البرتقالية؟ لا تذهبوا بعيدا، والسلام عليكم مشاهدينا الكرام. ورضا عبد العزيز بزاوية أخرى، وبذلك نعم هنا عصام الصبحي يصل إلى هدف الثالث مع القوة الجوية بعد أن سجل على الشرطة وعلى الكهرباء. الله 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 الله، تصويبة لا زالت، جول الكويتي عيد الرشيدي. تكلم التاريخ، هنا العراقة، هنا نقيب آسيا، هنا صاحب النجمات الثلاث. وأن ابتعدنا عن منصات التتويج سنعود لنعانق الألقاب، فنحن القوة الجوية، نحن القوة الجوية. انقلبت الموازين، انقلبت الأمور. عيد الرشيدي وصل من القادسية إلى بغداد ليسجل هدف ثاني لصقور القوة الجوية. شوفها بالإعادة، نعم هنا المرور الجميل، الله على العرضية لعبت أو التصويبة اللي لعبت، وعلى الطاير على الطاير على الطاير. شوف المرور الجميل، وهنا التصويبة، ربما تصدى لكن هوب هدف ثاني، هدف ثاني بالنسبة للقوة الجوية. انقلبت الأمور وتغيرت المعطيات، والقوة الجوية عانى على الصدارة، عانى على الصدارة، هو متصدر ويريد أن يتمسك بذلك. وبذلك عيد الرشيدي
بالمشاركة الرابعة يحضر الآن، وهي كانت لمصلحة الكرخ حتى الآن وصولا لهذه الدقيقة، بينما الكرة والمحاولة جول. الله الله، المدافع 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 سجل، المدافع سجل. ماسيس يسجل أول أهداف المباراة، أول أهداف المباراة. عودة الحياة عندما يعود الطلبة، اي نعم، عودة الحياة عندما يعود الطلبة. هكذا يرددون، هكذا يشعرون، وبالتالي هذه اللي من خلالها سجل، هذه التي من خلالها يودع الكرة داخل الشباك ليتقدم الطلبة بأول أهداف المباراة. هدف مقابل لا شيء عن طريق المدافع ماسيس، ثاني أهدافه بهذا الموسم. هنا مرور ممتاز بكرار، يحاول بكرة بجهة اليمين. الطلبة 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 الطلبة، الله الله، جول 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 ثاني. الأنيق الطلبة بأناقة المعهودة، بأيام الجميلة، بهدف جميل لمنتظر. سجل منتظر، خلاص خلص المباراة في الدقائق الأخيرة. يظهر منتظر ثالث أهدافه من خلال هذا الموسم. الله الله على التركيز، الله على الاستلام الجميل. استلم الكرة بهدوء، نظر الزاوية وحط الكرة، حط على يسار حارس المرمى بباطن القدم اليمنى، بباطن القدم اليمنى، ليتقدم الطلبة بهدف ثاني وثالث أهدافه بهذا الموسم. منتظر عاد النعمة يضيف ويسجل وربما ينهي المباراة. أربيل أيضا القلعة الصفراء، هل يكتفي بالنقطة في ملعب خالي من الجماهير؟ الله الله الله، ما أروعك أورينهو، ما أروعك ما أروعك ما أروعك. الله، هدف ولا أروع من البرازيلي أورينهو، يضعها في المرمى، في سقف المرمى يسجل أورينهو هدف ولا أروع. الله 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 الله، غابت المتعة طيلة المباراة وظهرت في اللحظات الأخيرة لهذا اللقاء، وتسديدة وصاروخ يطلق اللاعب البرازيلي أورينهو بكرة جميلة ولا أروع، يسجل من خلالها واحد من أجمل أهداف دورينا بكرة لا تصد ولا ترد. الله 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 على أورينهو، الله الله على هدف جميل. ما أروعك يا أورينهو، ما أروعك في هذه اللقطة، ما هذا الهدف يا أورينهو. الله 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 على هدف جميل، هدف رائع 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 لأورينهو، يسجل من خلال أول أهداف اللقاء لزاخو في مرمى أربيل، لزاخو في مرمى أربيل، هدف جميل. هذه لعاتم للكرة الماضية وتسديدة اللاعب جعفر التي أبعدت. نعم، الله يا فقار، فقار عبد يعيد الانتصار لأهل الدار، لأهل الدار. من البديل فقار، من البديل فقار يسجل أول أهداف المباراة رغم النقص العددي، وفقار عبد دويتش يسجل الهدف الأول في المباراة لنادي نفط ميسان. نعم، بكرة خادعت الجميع، بكرة مباغتة. ياتي أول أهداف المباراة، هدف التقدم لنادي نفط ميسان وعن طريق فقار. شاهد بهذه الطريقة خادع الجميع، وبهذه النقلة من علاء سعد براسية فاجأت الجميع، فاجأت لاعبو نادي القاسم بكرة. نعم، كان يظن الجميع بأن اللاعب
لاعب متسلل لكن يأتي من الخلف فقار وأسكنها الشباك. هل سنقول هو هدف الانتصار يا فقار؟ بهدف أول لأصحاب الدار، بهدف أول لأصحاب الدار عن طريق الشاب فقار عبد. هنا تصل بينما تشاهد نادي القاسم يسعى بهذه الدقائق المتبقية أن يعيد الأمل وأن يتعادل وأن يتعادل وأن يتقاسم. الله، يأتي هدف التعادل. علي كريم يكرم أصحاب الدار بهدف التعادل. نعم نعم نعم، أول أهداف اللاعب علي كريم عقب دخوله وسجل هدف التعادل. اللاعب البديل علي كريم الذي يرفض الهزيمة وأن يعود بنقطة ثمينة من ملعب ميسان الأولمبي. شاهد بهذا التقدم بهذا المرور، قال له هاك ومن تحت الأقدام مرت بأسيست راية بنقلة جميلة مثيرة لنادي القاسم. تقدم الأسود ومرت من تحت الأقدام أو في جانب الحارس أمجد رحيم. جاء هدف التعادل لنادي القاسم. الفريق الحاسم يحسم المواجهة بهدف تعادل. محاولات مستمرة في تبادل هذه الهجمات من خلال مباراة اليوم. التقدم من علي لطيف، علي لطيف يلعبها، التقدم مرة عدة والثاني يأتي. الله، نفط ميسان وعن طريق اللطيف علي لطيف، وعن طريق اللطيف علي لطيف ينهون الأمور بهدف ثاني في المباراة. هذه المرة عن طريق اللاعب علي لطيف بعد المطالبة، وعلي لطيف يسجل الهدف الثاني في المباراة. شاهد هذا التقدم يأتي من الخلف. هنا المرور هو من اعتمد، هو من مرر هذه الكرة لعلاء سعد وجاء من الخلف علي بتمريرة رائعة. شاهد علاء سعد بتلك اللقطة ومحمد سلام بعد أن وصلت، بعد أن عدت يا محمد سلام. نعم، بتمريرة علي لطيف من محمد سلام. يا سلام، من محمد سلام، يا سلام. وصلت الكرة. هل هنالك كانت راية؟ لا وجود لتسلل. وبعد تمريرة علي لطيف بشكل لطيف وصلت يقدام على سعد. وفي الجانب المقابل يغادر كولينز أوباري ويشترك أيمن الصفاقسي. هذه كرة ومحاولة منذ بداية الشوط، فرصة. الله الله، أنت هنا من أجل الهدف التي كان ينتظره جماهير ديالا في هذه اللحظات. هدف أول يسجل، البديل في أسرع حضور، في أسرع وصول. وهنا تشاهد احتفالات جماهير مدينة البرتقال. إذن أفراح عارمة في المدرج مع حضور كبير لأيمن الصفاقسي. هذا التونسي تقدم، وصل التقدم، وصل إلى المرمى. لاحظ الكرة والخطأ الكبير من هالو، مر، وصل، سدد كرة، وضع محمد حميد في وضع المتفرج. إذن الصفاقسي يسجل وأيمن يسجل ثالث أهدافه مع البرتقالي هذا الموسم. تسديدة بالقدم اليسرى يضعها في مرمى محمد حميد. هنا كرة وهنا محاولة وهنا هدف، وبالتالي الهدف الأول للبرتقالي يأتي سريعا، يأتي مباشرة بحضور هذا الرجل. بداية موفقة، هم لم يسجلوا في مباراتين. المشاهد تغيير في هذا الفريق. هنا ضربة حرة مباشرة، الأموري وأحمد حسن. لا يتركها أموري، فيصل هذه المرة. أحمد حسن وسجاد، من منهما قادر على إرسال الكرة وإيداعها في مرمى الحارس وسام محمد؟ هل يحلق صقر الغربية؟ يتقدم ماكنزي. الله، هي كراتك يا هداف، هي كراتك يا لعيب، هي كراتك يا مميز. والكرة مباشرة إلى مرمى وسام. استغلال النقص من كرة ثابتة ويضعها ماكنزي. رابع أهدافه في الدوري كهدافا للفريق. يسجل هذا اليوم هدف التعديل من ركلة حرة مباشرة. حرف حرف حرف، هداف يسرى. هنا ركنها على يسار حارس المرمى، يعرف طريق الشباك، وبالتالي هزها
ينفذها مباشرة مع أول فرصة، يستغل الفرص ماكنزي ويسجل الهدف الأول ويضع الكرة الأولى في الشباك، وبالتالي 1-1 الآن. هذا التقدم وهذه الكرة وهذه التسديدة الجميلة الرائعة، وكرة وركلة حرة مباشرة وهدف التعادل. إذن هارون على التنفيذ. هل يسجل أول أهداف هذا الموسم؟ قدام ويسجل الهدف الأول للنجم، يسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 13 أو 14 من الوقت المحتسب بدل ضايع. دقيقة 14 من الوقت المحتسب بدل ضايع. إبراهيم هارون يسجل من ركلة جزاء الهدف الأول لمصلحة نادي النجم. علي فائز ضاع الركلة وهارون يسجل، وروح رياضية بينه وبين علي، وهدف أول لمصلحة النجف من ركلة جزاء. شوف 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 الحارس تقدم خارج الخط وأعاد الركلة. شوف 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 وإبراهيم يسجل هدف جميل من ركلة جزاء بكرة جميلة حلوة ملعوبة إلى سقف المرمى، ويسجل أول أهداف المباراة لمصلحة نادي النجف. أحمد عايد، أحمد يحاول داخل منطقة جزاء، كرة خطيرة خطيرة خطيرة، جول 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 بمجهود فردي رائع بكرة مهيئة من مصطفى صلاح. أحمد عايد يتلاعب بالمدافعين ويسجل هدف التعادل بالدقيقة 56 من عمر المباراة. بالدقيقة 56 أحمد عايد يسجل هدف التعادل لمصلحة نادي الكهرباء. أحمد عايد أحمد عايد أحمد عايد اللي سجل في شباك القاسم من ركلة جزاء وفي شباك دوق، يسجل هدف الشخص الثالث. شوف شلون تخلص من المدافعين ولعبها على العمود البعيد سجل هدف التعادل للكهرباء. شوف 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 هدف التعادل بمجهود فردي رائع. اجتاز اثنين من المدافعين وبيساره لعبها على العمود البعيد وأدرك التعادل لفريق في هذا الموسم. 14 بطاقة صفراء، 4 ركلات جزاء، وهي المباراة هذه طبعا الثالثة هذا الموسم لفريق نادي القرمة، حيث أدار للقرمة مباراتين في الجولة الخامسة أمام الكهرباء، والانتصار كان للقرمة 4-0، والجولة 14 أمام أمانة بغداد وانتصار الصقور، نعم الصقور البرتقالية 2-1. وفريق نفط بيسان طبعا هذه المباراة الثانية التي يديرها الحكم واثق محمد، حيث أدار مباراة نفط بيسان والزوراء في الجولة 11 والتي انتهت بالتعادل 2-2. يعود بنا واثق محمد إلى شوط ثاني، إلى شوط آخر، إلى شوط حاسم. القرمة ونفط بيسان. نفط بيسان أيضا متسلحا بتاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين، يدخل إلى هذه الموقعة ومتسيدا للمواجهات المباشرة الثلاث التي جمعت الفريقين. انتصر بجميعها نعم بها فريق نادي نفط بيسان بالثلاث مباريات، مباراتين في بطولة الدوري ومباراة في بطولة الكأس، جميعها فاز بها نادي نفط بيسان. المباراة الأولى في بطولة الكأس في موسم 23-24 والانتصار لنفط بيسان 1-0 بأقدام علاء الدين الدالي من علامة الجزاء، ثم مواجهتين في الموسم الماضي في بطولة الدوري، الأولى 2-1 في استاد الرمادي هنا لنفط بيسان، والمباراة الثانية في الجولة 21 في مباراة مثيرة جدا حقق بها الانتصار نفط بيسان 3-2 في ملعب ميسان في 20 فبراير أيضا في شهر فبراير قبل عام كامل ويوم
عام ويوم. نعم مرت على آخر مواجهة جمعت الفريقين في بطولة الدوري. 3-2 كانت المباراة لصالح نفط ميسان. سجل للقرمة محمد مزهر وعلاء الدين الدالي، وسجل نفط ميسان على سعد وأوكيكي أوفيلابي وديمي داوودة المتواجد في دكة البدلاء. السنغالي ديمي داوودة الذي يعتبر من أكثر اللاعبين المحترفين في دورينا تمثيلا للأندية، بينما أهازيج جماهير نفط ميسان أو نادي القرمة حتى الآن محتفلة متفائلة هاتفة مؤازرة مشجعة وأيضا متفائلة بتحقيق الانتصار. هلا فائق استعادها وإلى خارج أرضية الملعب، تحولت جانبية لمصطفى عبد الجليل. مصطفى جانبية، عودة في وسط الملعب، نقلت إلى الأمام على سعد، نقلت أمامية خطيرة على اليسار، محاولة لا زالت قائمة لنفط ميسان، طالت الكرة وتحولت إلى خارج أرضية الملعب على لاعب جعفر ناصر إلى ضربة ركنية. هلا فائق يتدخل في الكرة الماضية جعفر ناصر، ضربة ركنية لفرسان المملكة لنفط ميسان. ضربة ركنية ترسل عالية، محاولة خطيرة ولكن بقبضة يده اليمنى يتدخل محمد حميد بالتوقيت المناسب، خروج بتوقيت مناسب يبعد الكرة الماضية. ناتانيل نانغولو، ناتانيل في هذه اللحظات عودة في وسط الميدان عن طريق كرار عامر، من كرار لعلي محسن. علي محسن يحاول يتقدم إلى الأمام، يتقدم ويبحث، يمرر على جهة اليمين عن طريق هلو، تمرير الجميل اليحمدي إلى الأمام، عملية الاستعادة والتمرير والمحاولة والعبور والمرور والاختراق والتقدم والتمرير والانفراد، المحاولة، التسديد، التسجيل، الهدف الأول لفرسان المملكة، الهدف الأول لنفط ميسان على سعد، يسقط بالمحظور، يسقط بمصيدة التسلل في الكرة الماضية. أي تمرير، أي انطلاقة، أي تصويبة ينتظر في هذه اللحظات القرار الأكيد، ولكن مبدئيا كان متسللا. نعم مبدئيا متسلل، ومن هناك مبدئيا يسقط في مصيدة التسلل بهدف أول لنفط ميسان، يلغى بهدف أول في هذه المباراة، لا يحتسب ولا يذهب أيضا للفار. القرار جاء من البداية وتم التصديق على هذا القرار. ننتظر القرار في هذه اللحظات. مشاهدينا الكرام، انطلاقا من على سعد، 5 أهداف سجل في هذا الموسم اللاعب على سعد، حاول في الكرة الماضية لكن ننتظر. في أول 5 دقائق مرت وانقضت مثيرة المباراة كما تركناها في شوط المباراة الأول، لا زالت مثيرة في حيثياتها، في مجرياتها، بأجوائها حتى الآن، وكأنها كما بدأت وانطلقت، نفس الأجواء ونفس الحافز والتفاؤل والأجواء الجماهيرية الرائعة، وأيضا رغبة الفريقين. وهناك رغبة زادت أكثر، هي رغبة نفط ميسان، وأدركوا الهدف الأول الذي لا زال قيد المتابعة والمعاينة، وننتظر التصديق نعم على القرار بأن الهدف يتم إلغاءه ولا يحتسب، كان متسللا. 3 حالات تسلل على القرمة، 5 حالات تسلل على نفط ميسان. عودة في وسط الملعب والمحاولة المرور عن طريق اللاعب نسيم صيود، قادم من نادي النجف، والمحطات الاحترافية لهذا اللاعب فقط
كانت في العراق، بقية محطات هذا اللاعب في بلاده، في تونس، في اتحاد بن قردان، في أمل حمام سوسة، في نادي برجيش. هذه المحطات والأندية التي مثلها هناك في تونس الخضراء. حسن أحمد والحديث مع واثق محمد في هذه اللحظات، الذي يثق بقراره في الكرة الماضية. عودة على اليسار، محاولة للمرور، استعادة وممنوع العبور والتمرير في وسط الميدان. هذا فائق، عودة من جانب أيوب إلى حارس المرمى محمد حميد. محمد والتمرير في أقصى اليسار عن طريق محمد أبو حشيش والكنترول، ولكن عملية الاستعادة والقطع من جانب اللاعب لا تخطأ أمام أيمن حسين، ولكن أيمن هذه المرة نعم لا يعرف الطريق، يخطأ المرمى، يخطأ طريق الهدف الأول في فرصة ذهبية قد لا تتكرر، قد لا تأتي، قد لا تحضر، قد لا تقدم لفريق نادي القرمة مرة أخرى، مرة قادمة بتمريرة كانت ضعيفة. أيمن بشكل عجيب، بشكل غريب تفوق على أمجد، عبر من أمام أمجد، ولكن تمريرة في الشباك الجانبية. التصويبة نعم في الكرة الماضية من جانب أيمن. أي كرة، أي فرصة في هذه اللحظات، فرصة عجيبة وغريبة. إذا تعثر نادي القرمة خسر فريق نادي القرمة، بالتأكيد هذه الفرصة سيندمون على إهدارها، على ضياعها. نعم، عودة إلى الأمام محمد أبو حشيش، محمد والعودة لكرار عامر. كرر عامر إلى الأمام، عملية التمرير في وسط الميدان، عملية الاستلام أيمن حسين وأموري فيصل. أموري يحاول عملية الاستعادة والتمرير عن طريق علاء سعد، وإلى الخارج، تحولت وطالت إلى رمية جانبية. المدرب الإسباني كازورلا أيضا كانت له كلمة يوم أمس في المؤتمر الصحفي، وقال سنخوض مواجهة صعبة بكل تأكيد، ونطمح لتحقيق الفوز بعد غياب 3 مباريات. وقال بأن لا توجد مباراة سهلة، وقدمنا أداء جيدا في المباريات الماضية ولكننا لم نحقق الفوز. أيضا قال بأن اللاعبون على أتم الجاهزية، وعملنا بجهد في الأيام الماضية لاستعادة وضعنا الطبيعي في مباراة نفط ميسان. عودة على اليسار، نقلت وفي وسط الميدان لعبت، وعودة لا زالت قائمة حتى الآن عن طريق محمد سلام. عودة للأمام، على سعد يحاول علي لطيف وعلى سعد. هذا الثنائي الرائع، هذا الثنائي المكير. ماذا تفعل يا علي لطيف؟ ماذا تفعل يا علي لطيف؟ هكذا السلوك، هكذا التصرفات توتر الأجواء أكثر والمباراة أكثر وأكثر. هذه عملية المسك في الكرة الماضية من جانب اللاعب علي لطيف الذي يتحصل على البطاقة الصفراء، وهي البطاقة رقم 75 التي أشهرها الحكم واثق محمد في هذا الموسم. عودة على جهة اليمين، عملية التمرير، محاولة عرضية، تسديدة، يا الله، جميل بتصويبة قادمة من سلطنة عمان. يسدد، يصوب بأقدامهم، بروعتهم، بإبداعهم، يتألقون، يسددون، يسجلون. نعم، ويدون جميل اليحمدي القادم من أرض البحارة، القادم من السلطنة. جميل بهدف جميل باسمه ورسمه وطريقة تسجيله. الله على العرضية، الله على التصويبة. جميل اليحمدي يسجل هدف الأسبقية لمصلحة فريق نادي القرمة. أي تصويبة رائعة، إنها جولة الأهداف الرائعة
جولة الأهداف الجميلة، جولة الأهداف المثيرة، جولة أيضا السيناريوهات الرائعة. هنا في ملعب الرمادي نادي القرمة يتألق، يسدد، يسجل الهدف الأول وبأقدام جميل اليحمدي النجم العماني يحلق عاليا هنا في سماء ملعب الرمادي الهدف الأول لمصلحة الصقور. 1-0. ومن هناك حسن أحمد يجري تغييرات، جعفر يغادر، ديمي داوود وفقار عبد دويج يشارك هذا الثنائي، ويغادر جعفر ناصر ونسيم صيود في تغيير يجريه المدرب، في تغييرين بدفعة واحدة يجريهما المدرب حسن أحمد لإصلاح الأمور والعودة والسيطرة على هذه المباراة. هنا في الغبار والألعاب النارية، هنا التي تشتعل في مدرجات ملعب اللقاء، كما تشتعل هذه المواجهة، كما تشتعل هذه الوتيرة. هنا في هذه اللحظات المثيرة والرائعة نادي القرمة يصل إلى المرمى في لقاء يريد من خلاله العودة إلى سكة الانتصارات بعد غياب ب3 جولات. علي محسن والتمرير، الآفاق والاستلام، الآفاق صاحب العرضيات الخطيرة المزعجة، التمرير، استلام من جانب أمور فيصل، عودة من جديد عن طريق علي، عرضية علي محسن ولكن الإبعاد، عودة لسجاد جاسم، سجاد كرار عامر، كرر إلى الأمام، كرر يفتقدها ولكن محمد أبو حشيش بعملية الاستعادة، بعملية التمرير، عودة إلى الأمام، نقل على الجهة اليمنى من محمد حميد لتصل لجميل اليحمدي وإلى خارج أرضية الملعب، تحولت وطالت إلى رمية جانبية. عودة من جديد، هذه الكرة طبعا التي سجل من خلالها اللاعب كرار سعد الهدف الذي تم إلغاء. عودة إلى الأمام، عملية النقل على جهة اليسار في وسط الميدان من جانب سجاد جاسم، والانطلاق لأمور فيصل وسجاد والثنائي الهجومي الخطير، المحاولة على اليسار، التسديدة ولكنها مرت وإلى خارج أرضية الملعب، أرسلت بعيدا جدا، بعيدة جدا عن طريق سجاد جاسم. سجاد حاول بنقلة ثنائية رفقة أمور فيصل ولكن لا وجود لسبيل مؤدي إلى مرمى فرسان المملكة نفط ميسان. وفي الظهور رقم 16 في دور النجوم، انطلاقا لأيمن، أيمن يحاول إصلاح الفرصة وتعويض الفرصة التي أهدرها، الفرصة التي أضاعها، الفرصة التي لم يستثمرها، لم يغتنمها في المباراة. والخطأ الذي سقط به دفاع فريق نادي نفط ميسان. عودة للأمام، علي محسن، نقلة على اليسار طالت وتحولت إلى الخارج إلى رمية جانبية. أنطونيو كازورلا في وسط الميدان، عودة للأمام من جديد، نقلة أمامية عن طريق لؤي ينطلق على اليسار وكأنه مرهق وكأنه يعاني من إعياء عضلي في هذه اللحظات. عودة للأمام، مباراة سريعة جدا 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 حتى الآن، المباراة بوتيرة مشتعلة مستعرة، لم تهدأ أبدا، لم تهدأ المباراة، رغبة كبيرة جدا، وهذا واضح، هذا ما شاهدناه في المؤتمر وطالعناه وعرفناه في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس، والتفاؤل لدى اللاعبين والمدربين في المؤتمر، كان هناك تفاؤل والعزم على تحقيق الانتصار. هذا أكثر ما شاهدناه وهو السائد في المؤتمر الصحفي يوم أمس بين حسن أحمد وأنطونيو كازورلا. كرة ثابتة من هناك، ومن هناك لؤي على تنفيذ الخطأ، على تنفيذ هذه الكرة الثابتة
لؤي يحاول لؤي التمرير التسديدة. الله 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 الله، كانت ذكية بين الثلاثي الرائع بين أموري وسجاد ولؤي، ولكن هناك أمجد وخبرة أمجد التي كانت تتابع، كانت تراقب، كانت تعاين، كانت حاضرة لتحد من هذه الخطورة. والكرة ثابتة لنادي القرمة. أقل من نصف ساعة تبقت على نهاية الوقت الأصلي، ولكن لا نعرف إلى ما ستؤول إليه الأمور. المحاولة، الله، نعم نعم، لا نعرف أي سيناريو سيحضر، لا نعرف كيف ستنتهي المباراة، ولكل حادث حديث. ولكن لدينا إحصائية تقول بأن فريق نادي القرمة في كل مباراة يتقدم بها لم يخسر أبدا. تقدم نادي القرمة 12 مرة في المباراة، 12 مرة تقدم في المباريات، انتصر 10 مرات وتعادل مرتين، لم يخسر أبدا. عرضية تبعد من جانب الدفاع. نعم، القرمة بهذه الإحصائية يدخل ويقتحم هذه المواجهة، بينما نادي نفط ميسان أيضا لديه إحصائية خطيرة خطيرة خطيرة، ولكن من هناك المتابعة الدفاعية الحاضرة في الكرة الماضية، المركزة بشكل كبير، المراقبة بشكل كبير، المتابعة والتي ترصد تحركات الهجوم الأحمر لنفط ميسان. كرة للأمام، تحولت هذه الكرة الماضية. هلو فائق، هلو فائق من هناك يتابع الكرة الماضية بإنقاذ مميز في الكرة الماضية من جانب اللاعب هلو فائق. كرة للخارج، تحولت ومرت وعادت إلى ضربة ركنية لمصلحة نادي نفط ميسان. حتى الآن لا يرفع الراية البيضاء، حتى الآن يقاتل كيف لا، وهم فرسان المملكة. الفرسان يحاولون للعودة من جديد لاقتحام الدفاعات البرتقالية، لاقتحام الدفاعات لفريق نادي القرمة. فهل سيفعلون؟ فهل سيصلون؟ فهل سيدونون؟ لا نعرف أبدا حتى الآن. لا يمكن أن نخمن ماذا سوف يحدث. سجاد جبار يغادر، ومحمد خضير يشارك في ثالث تغييرات المدرب حسن أحمد في هذه اللحظات، في هذه المواجهة. الضربة الركنية ترسل عالية، محاولة، ولكن محمد حميد أبعدها بقبضة اليدين، أبعدها بخبرته، بتركيزه، بالتمرير. المحاولة لا زالت قائمة، خطيرة جدا، ولكن متابعة دفاعية، متابعة برتقالية. عودة من هناك للفرسان، السقوط والمخالفة لمصلحة نفط ميسان. هذا علاء، هذا الخطير، هذا المزعج لدفاعات الخصوم. على سعد يحاول، على يتقدم. 26 سنة لهذا اللاعب، 17 مباراة حتى الآن، تحصل على رجل المباراة مرة واحدة في هذا الموسم. كرة في هذه اللحظات ثابتة لمصلحة نفط ميسان. المحاولة ترسل خطيرة بالدفاع، الرأسية على مرتين. حتى الآن لا زالت قائمة حتى الآن لنفط ميسان، للفرسان، ولكن هناك فارس، هناك علي محسن من هناك بعملية الالتحام، بعملية المتابعة. الانطلاق يا لؤي، الانطلاق يا جميل، الانطلاق يا أحمدي. جميل اليحمدي يحاول، والعودة من جديد لناثانيل على اليسار، وصلت وانتقلت، ومن هناك إلى الأمام عملية الاستلام من جانب ديمي داوود للكرة السريعة الماضية. محمد حميد إلى الأمام، لعبها في وسط الميدان.
عودة إلى الأمام عن طريق لؤي والصدام. هذه الكرة الماضية لؤي العاني وبذكاء مررها وبدهاء، نعم عرف كيف يخلصها ويحررها. رمية جانبية تحولت إلى خارج أرضية الملعب. أي مباراة مثيرة جدا، مباراة رائعة جدا، مباراة سريعة، وعلى الرغم من شحة الأهداف إلا أن هذه المباراة لعلها أبرز من أكثر المباريات المثيرة حتى الآن في الجولة 19. لؤي العاني ومحمد خضير والاشتباك اللفظي في هذه اللحظات. عودة من جديد، كرة في وسط الميدان، بطاقة صفراء لمحمد خضير في هذه اللحظات، تشهر وجه اللاعب محمد خضير بسبب التدخل في الكرة الماضية. هذه الكرة الماضية وعملية المراقبة، عملية ضرب الكرة اثناء توقف اللعب من جانب اللاعب محمد خضير. عودة من جديد، بطاقة صفراء، سرعان ما شارك، سرعان ما تحصل على بطاقة صفراء اللاعب محمد خضير. ايضا لؤي يتحصل على بطاقة صفراء في هذه اللحظات. كرر عامر وايوب مودن، كرر من جديد في وسط الملعب. سجاد افتقدها، عودة الى الامام، استلام عن طريق علي لطيف. علي يحاول التمرير، ديمي داوود والتمريرة الخاطئة والعودة الى الامام. استعادة من هلو فائق، هلو مررها والكرة من هناك الى الامام. عملية المتابعة من دفاعات نفط ميسان وحارس المرمى امجد رحيم في وسط الملعب. لعبت بشكل سريع، نعم يريدون العودة، يريدون التعديل، يريدون العودة بسرعة من جديد إلى الواجهة، إلى نقطة البداية، إلى نقطة الصفر. أيوب مودن في وسط الميدان، عودة إلى الأمام من جديد، وصلت عن طريق اللاعب أموري فيصل والمحاولة، أموري والانطلاق، أموري والتمرير، الكرة إلى الأمام، وصلت على اليسار، المحاولة طالت، عادت، وصلت، انتقلت عن طريق أموري فيصل، أموري والعرضية، ولكن من هناك أمجد يتصدى، يتألق، أمجد يلتقطها، أمجد يتابعها، أمجد من هناك بعملية الاستعادة. نفط ميسان تأخر بالنتيجة 14 مرة هذا الموسم، 14 مرة تأخر نفط ميسان بالنتيجة هذا الموسم. تمكن من العودة والفوز مرة واحدة فقط، وتعادل 3 مرات، وتعرض للهزيمة 10 مرات، بإحصائية قد لا يتفاءل من خلالها مشجع نفط ميسان. جماهير، هذه كرة الهدف الأول، هذه كرة الهدف الأول والرائع والمميز عن طريق اللاعب جميل اليحمدي بطريقة رائعة ومثالية، يضع من خلالها فريق نادي القرمة بهدف الأسبقية، بهدف التقدم في هذه اللحظات، بعرضية متقنة أودعها في شباك أمجد. ثالث أهداف جميل اليحمدي هذا الموسم. تمرير إلى الأمام، محاولة نفط ميسان، محاولة والسقوط، نعم سجل في مرمى نادي الطلبة هدف، وفي مرمى نادي النجف هدف. القادم من نادي الشباب العماني مثل السيب، وأيضا السيب العماني، وكانت أيضا لديه 3 محطات احترافية في الملاعب القطرية، رفقة الخريطيات والمنخية وأيضا الشحانية. عودة إلى الأمام من جانبي لؤي العاني، والاستعادة والقطع لكرة لؤي. نادي القرمة مباراة القادمة سينزل ضيفا على الميناء في يوم الأحد القادم المصادف 1 مارس، ليس باعتبار أننا
عبرنا الساعة 12. الآن نحن ندخل في 22 من فبراير، إذن 1 مارس اليوم الأحد القادم في 9 مساء سينزل نادي القرمة ضيفا على نادي الميناء في الجولة 20، بينما نفط ميسان يستضيف نادي الطلبة في يوم السبت القادم المصادف 28 فبراير في تمام الساعة 9 أيضا. القرمة يفتش عن انتصاره الأول تاريخيا على حساب نادي نفط ميسان، وهذا هدف القرمة الرابع في ال3 مواجهات التي جمعت الفريقين مقابل 6 أهداف دونها سجلها نفط ميسان. أموري فيصل، أموري إلى الأمام، أموري للؤي، لؤي يحاول ومن هنا ضربة مرمى، نعم ضربة مرمى لفريق نفط ميسان. لؤي العاني يعترض في هذه اللحظات. لؤي والتتويج بلقب الدوري مع القوة الجوية موسم 2021 قادم من نادي الطلبة، مثل الزوراء والقوة الجوية على مستوى المنافسات في دور النجوم، ولكن على مستوى الاحتراف مثل نادي الفتح الرباطي في المغرب، النادي القنيطري أيضا في المغرب. عودة من جديد، رمية جانبية تحولت في وسط الميدان، تلعب في هذه اللحظات عن طريق اللاعب محمد سلام عناد. محمد سلام وعلى اليسار، محمد سلام والمحاولة عن طريق ديمي داوودة. ديمي داوودة يحاول الوافد الجديد ضمن سلسلة التغييرات والتبديلات التي أجراها حسن أحمد. ديمي داوودة الذي مثل الكهرباء والقاسم على مستوى بطولة الدوري دور النجوم، مثل أيضا العهد اللبناني. هذه أبرز محطاته في الشرق الأوسط، انطلاقة للأمام، المحاولة من جانب أموري، يسقط أموري يطالب بمخالفة ولكن لا وجود لخطأ، يقول من هناك الحكم واثق محمد. تغييرين تياغو دي ليونكو البرازيلي يشارك في هذه اللحظات رفقة عبد الإله غازي، ويغادر سجاد جاسم ولؤي العاني أو أموري فيصل. أموري فيصل هو من يترك مكانه في هذه اللحظات، يغادر. عودة من جديد، كرة في وسط الملعب، نقل على الجهة اليمنى، متابعة حاضرة من جانب الدفاع، متابعة من جانب مصطفى عبد الجليل. مصطفى إلى الأمام، مصطفى في وسط الملعب. نادي القرمة على ميدانه 10 مباريات، 6 انتصارات و4 تعادلات، لم يخسر على ملعبه لا هو ولا الشرطة ولا زاخو. نادي القرمة حتى أنه أقل الفرق استقبالا للأهداف على ملعبه، فقط 4 أهداف. يشارك في هذه الإحصائية نادي أدهوك والشرطة، أيضا استقبلا 4 أهداف فقط على ملعبهما. عودة إلى الأمام على الجهة اليمنى، ليونكو بأول لمساته، تياغو البرازيلي بأول لمساته يحاول من هناك، وعودة من جديد محمد سلام. محمد سلام عناد يمررها، ربع ساعة متبقية على نهاية شوط ثاني، على نهاية لقاء يصنف من أجمل اللقاءات والمباريات. نذكر وعلى الرغم شحة الأهداف التي سجلت في هذه المباراة، لأنها مباراة مثيرة جدا ورائعة بالمستويات الجميلة، بالمستويات الرائعة والمثيرة. على سعد يمررها
باتجاه السنغالي تيمي. داوود إلى الأمام، داوود إلى الأمام، يحاول ويصوب، تصطدم بحكم اللقاء واثق محمد، وعودة من جديد. منذ بداية اللقاء وحتى الآن ونحن على مشارف النهاية، وجماهير فريق نادي القرمة لم تهدأ أبدا. جماهير نادي القرمة حتى الآن متفاعلة ومتفائلة وأيضا داعمة ومحفزة للفريق. عودة على جهة اليسار، عملية التمرير بالنقلة بالراس، عودة من جديد. أيوب أو محمد أبو حشيش وعبد الإله فيصل، تمريرة متابعة، وعبد الإله غازي، عودة من جديد، محاولة على اليسار، متابعة عن طريق محمد خضير. أي فدائية عالية لدى هذا اللاعب، أي فدائية عالية لدى هذا اللاعب. نعم، يتقدم ويقطع الكرة الماضية. عودة من جديد في وسط الملعب، محمد أبو حشيش الأردني يحاول إلى خارج أرضية الملعب، تحولت بعد ذلك إلى رمية جانبية لمصلحة نادي القرمة. في وسط الملعب، عودة من جديد، عملية الاستلام، عبد الإله لمحمد، لسجاد جاسم. سجاد يغير بالاتجاه ناحية جميل الخطير الرائع، يحاول ولكن تحولت جانبية لمصلحة نفط ميسان. عودة لنفط ميسان عن طريق سواليو واتارا إلى الأمام، واتارا ينتظر، واتارا والعودة إلى الخلف، وتمرير باتجاه ناثانيل نانغولو من جديد. نانغولو عن طريق اللاعب محمد سلام والتمرير، محمد سلام والنقل على جهة اليسار، وصلت لنفط ميسان. يحاول نفط ميسان، يتقدم، يبحث، يفتش، طالت، تحولت، مرت إلى خارج أرضية الملعب. بالمناسبة من اللاعبين الذين مثلوا الفريقين وسجلوا في مرماهم مع الفريقين اللاعب علاء الدين الدالي، من هناك يتصدى نعم علاء الدين الدالي اللاعب الحالي لفريق نادي الموصل النجم السوري، سجل في مرمى الفريقين مع الفريقين. عودة على تسديده، يا الله، خطيرة كانت، خطيرة مرت، خطيرة نعم لفريق نفط ميسان. كان قريبا علاء من تسجيل هدفه السادس في الدوري والهدف الأول والثمين للفريق في هذا اللقاء في هذا المساء. تصويب مرت بسلام بشكل عجيب. كما ذكرنا إنها جولة الأهداف الرائعة والسيناريوهات المجنونة والمثيرة والمفاجئة في هذا المساء في هذا اللقاء. عودة من جديد، نقلة على اليسار لمصلحة عناصر فريق نادي نفط ميسان. نقلة أمامية انطلقت إلى الأمام، المحاولة العرضية الراسية، لكن من هناك عملية التحضير لا زالت بأقدام محمد خضير. محمد الفدائية والروح القتالية لدى هذا اللاعب كبيرة جدا كبيرة جدا. تمرير الأمام، تياغو عن طريق علي محسن لجميل اليحمدي. عودة لعلي محسن من جديد، علي محسن والنقلة في وسط الميدان عن طريق سجاد جاسم وأيمن حسين. أيمن من هناك تمريرة خاطئة، استعادة من جانب داوود والتمرير على اليسار، التسديدة، ولكن من هناك تصل سهلة عند حارس المرمى بتصويبة نعم من جانب اللاعب فقار عبد الدويج. وأيضا ديمي داوود غاضب جدا، غير راضي على سرعة التصرف في الكرة الماضية عن طريق اللاعب فقار ذو الفقار عبد الدويج في الكرة الماضية. وأيضا الكرة فقدت جزء كبير من قوتها بعد اصطدامها بقدم اللاعب أيوب مودن.
ضربة ركنية في هذه اللحظات، أو جانبية للقرمة، تلعب إلى الأمام. علي محسن، تياغو على اليمين، تياغو يحاول عودة من جديد لمصلحة علي محسن، والتمرير إلى الأمام، ولكن تمريرة مجهولة فقط وجدت متابعة الحارس أمجد رحيم. أمجد يتابع الكرة الماضية، عودة من جديد لمحمد خضير، استلام عن طريق علاء سعد، علاء والتمرير على جهة اليسار، علاء والاستلام من جانب اليمين داوودة وفقار، داوودة والعودة عن طريق اللاعب سواليو واتارا. محمد سلام يمرر كرة أمامية، عملية الاستلام من جانب علاء والتمرير لمحمد خضير، محمد خضير والاستلام، محمد خضير والانتظار والتمرير على الجهة اليمنى، المحاولة، التقدم، البحث، التفتيش، والكرة إلى الخارج. إبراهيم عبد الكريم، أحمد عبد الحكيم يسعد للمشاركة في صفوف نفط ميسان. أيمن حسين يترك مكانه في صفوف نادي القرمة. الطاجيكي شهروم ساميف يشارك في هذه اللحظات، يغادر اللاعب سجاد جاسم، يشارك النجم الأردني إبراهيم سعادة، أيضا يشارك اللاعب مهدي عبد الجبار. 5 تغييرات انتهت من جانب المدرب حسن أحمد لنفط ميسان. عودة وأولي لمسات، يحاول اللاعب أحمد عبد الحكيم، متابعة حاضرة من جانب إبراهيم سعادة أيضا الذي يلمس الكرة فور نزوله. إبراهيم سعادة القادم من المحرق البحريني، مثل الخور القطري فريق نادي الحسين الأردني، الجزيرة الأردني أيضا مثل الزواء كمحطة أولى منذ قدومه إلى العراق. صنع هدفين، شارك 17 مباراة. عودة من جديد، تمريرة أمامية، نقلة بالراس، وصلت وانتقلت على جهة اليسار لمصلحة نادي نفط ميسان، نقلة إلى الأمام، محاولة لعرضية لخطيرة، ولكن حارس المرمى يتدخل محمد حميد. ديمي داوودة والتمرير كرة إلى الأمام، المحاولة الإبعاد بالراس من عرضية إبراهيم عبد الكريم، عودة إلى الأمام، كونتر أتاك عن طريق سعادة، مررها لعبد الإله، عبد الإله يحاول، عبد الإله غازي ينتظر، يمرر لتياغو بعد ذلك وصلها لعلي محسن، انتقلت لعلي محسن، مررت لعلي محسن، عرضية، محاولة رأسية، ولكنها عملية المتابعة الخاطئة لا زالت حتى الآن مخالفة لنفط ميسان. هذه الكرة الماضية، حالة التسلل على عناصر نادي القرمة، مسألة التسلل حاضرة بخطأ لنفط ميسان. عودة من جديد، ديمي داوودة للسنغال يحاول، أسد الترنجا شق الطريق، عرضية من هناك الإبعاد من جانب الدفاع، لا زالت قائمة حتى الآن، المتابعة إلى الأمام، المحاولة إلى الأمام، عملية الاستعادة والإبعاد والقطع للكرة الماضية والعودة إلى الأمام. عودة على الجهة اليمين، محاولة تقدم، محاولة لا زالت قائمة حتى الآن، عرضية خطيرة، الله الله الله، تصدي الموسم يا محمد حميد بخبرة السنوات، يكرسها، يستحضرها، خبرة السنوات الرائعة، خبرة السنوات الحافلة بالإنجازات والعطاء، يستحضرها محمد حميد ليتصدى أمام الكرة الماضية، أمام كرة التعادل الرابع على التوالي للقرمة، ولكن بقفازاتها التي تقول
القفازات تقول نحن عائدون إلى الانتصار، العائدون إلى سكة الانتصار. يحقق ويتصدى بكرة رائعة ربما هي التي سيحصد من خلالها الانتصار، فسيحققونه، فسيدونون. أيوب مودن يسقط أرضا يشكو من إصابة في هذه اللحظات، قادم من نادي الفتح الرباطي، الفتح الرباطي المغربي مثل نادي الشرطة من قبل. إصابة في الكرة الماضية، نعم، حاضر في هذه اللحظات. كرة للأمام، نقلة على جهة اليسار، تقدم أمامية، متابعة من جانب الدفاع وإلى خارج أرضية الملعب. الجماهير حتى الآن محتفلة ومتفائلة بهذا الفوز، ولكن كادت هذه الفرحة أن تنعدم قبل دقائق بكرة اللاعب الوافد الجديد فقار عبد، ولكن محمد حميد تصدى وتألق وحرم نفط ميسان من هدف التعادل. نفط ميسان الذي لا زال حتى الآن في قلب المواجهة، في قلب هذه المعركة. عودة للأمام، تقدم إبراهيم سعادة، تمرير على جهة اليسار، محاولة وتمريرة وصلت قصيرة عن طريق تياغو، الانفراد، التقدم، التسديد، الله 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 الله. ركلة جزاء للقرمة، ركلة جزاء للصقور، ركلة جزاء للبرتقالي، في كرة وفرصة انتقل وتقدم وانطلق بها عبد الإله، ولكن عرقلة. لم يتردد واثق محمد عن الإشارة لوجود ركلة الجزاء الأولى في المباراة لفريق القرمة، وهي الرابعة التي أشار لوجودها هذا الرجل، وهي الرابعة التي أشار لوجودها هذا الرجل. نعم، نادي القرمة تحصل على في هذا الموسم على 5 ضربات جزاء، ضيع 1 وسجل 4، وعليه تم احتساب طبعا ضربة جزاء 1 فقط وضاعت، بينما نادي نفط ميسان احتسبت عليه 4 ركلات جزاء هذا الموسم، وهذه الخامسة، وجميعها نفذت بنجاح، جميعها نفذت بنجاح. أيمن حسين يتقدم نعم في هذه اللحظات لتنفيذ هذه الركلة، ولكن ننتظر التصديق على الفار، من الفار ننتظر التصديق على ركلة الجزاء. ننتظر حتى الآن، دخلنا في الدقيقة 90 في مباراة سريعة جدا كما ذكرنا بمجرياتها 5 دقائق كوقت محتسب بدلا للضائع، وفرصة للقرمة لتسجيل الهدف الثاني وللتصديق على 3 نقاط وللقبض على هذا الانتصار والقبض على نقاط المباراة. من هناك ناثانييل نانغولو حتى الآن يعترض غير راضي تماما على قرار حكم اللقاء، ولكن تم التصديق على ركلة الجزاء. تياغو على تنفيذ هذه الركلة، يقترب في هذه اللحظات. هذه الكرة الماضية، نعم، انطلاقة سريعة ومحاولة من جانب عبد الإله غازي، انطلق على اليسار ناثانييل نانغولو والتدخل في الكرة الماضية وركلة الجزاء التي لم يتأنى نعم واثق محمد ولم يتردد عن احتسابها لفريق نادي القرمة.
من سيتولى التنفيذ؟ هل هو تياغو ليونكو أم من؟ علي محسن هو من يمسك بالكرة. طاقة صفراء للاعب ناتانيل نانغولو، ركلة جزاء تم احتسابها وانتهت الأمور، والكلام بعد التصديق على الحالة بالتأكيد هو استهلاكي، كلام استهلاكي لا يجدي نفعا. بطاقة صفراء على اللاعب شهروم ساميف المحترف الطاجيكي والوافد الجديد. نعم هو تياغو، هو البرازيلي، سجل هدف واحد فقط هذا الموسم، وهو قريب من تسجيل هدف آخر سجل في مرمى الكرخ، والآن قريب لإضافة الهدف الثاني. نعم نعم نعم، الهدف الثاني للقرمة، الهدف الثاني، وبأقدام البرازيلي وبأقدام تياغو يصدق على النقاط الثلاث، يصدق على الانتصار ليعود بالقرمة إلى سكة الانتصارات، إلى العودة إلى النقاط الثلاث. نعم يعود من جديد بعد غياب عن تحقيق الانتصارات بثلاث جولات، بثلاث تعادلات، بتعادل 1-1. نعم هذه المرة يدون ويحقق ويسدد اللاعب نعم تياغو ليونكو هدف الثاني في هذا الموسم، وهدف نعم هدف فريقه الثاني في هذا اللقاء، في هذه المباراة الصعبة جدا كانت نعم على الفريقين، الصعبة جدا بالتأكيد نعم على الفريقين. الجمهور كانت له كلمة، الجمهور كانت له نعم لمسة ومساهمة، وكان مؤثرا عاملا مؤثرا بتحقيق هذا الانتصار، وحقق المبتغى فريق نادي القرمة. حتى الآن الاحتجاجات مستمرة، الاحتجاجات مستمرة على قرار حكم اللقاء واثق محمد الذي يشير لماذا في هذه اللحظات. وتارا اعتراض لفظي حتى الآن. نعم من هناك البطاقة الحمراء، البطاقة الحمراء للاعب سواليو وتارا. غاضب جدا اللاعب في لحظات صعبة جدا على فريق نفط ميسان. يفتقد خدمات لاعبه الجيد المدافع المميز نعم سواليو وتارا. عودة من جديد مشاهدينا الكرام، الجماهير التي تستحق هذه الفرحة، الجماهير التي تستحق هذه المكافأة على حضورها، على تواجدها نعم في هذا الميدان هنا في ملعب الرمادي. يواصل فريق نادي القرمة حتى الآن عدم الهزيمة في ميدان رفقة الشرطة، وأيضا فريق زاخو عودة للأمام للتمريرة على اليسار لجميل للخطير لعبد الإله. عبد الإله يحاول يمرر سلام من جانب إبراهيم سعادة، يفتقد إبراهيم. عودة للأمام، انطلاقة سريعة، انطلاقة ومحاولة من جانب اللاعب من هناك أحمد عبد الحكيم، يفتقدها علي محسن إلى الأمام، علي محسن وعلى اليسار عن طريق تياغو. إبراهيم سعادة عرضية خطيرة جدا، مرت طالت ولا زالت بحوزة اللاعب شهروم ساميف للطاجيكي، يمررها، يحاول رفقة اللاعب جميل الأحمدي. جميل يحاول، جميل يعود، يمرر، يسيطر، يستحوذ وبحيازة مستمرة. نعم ويتمكن فريق نادي القرمة حتى الآن من متابعة المضي قدما إلى تحقيق الانتصار، الكرة إلى الأمام، البحث المتواصل من هناك للحد من الخطورة البرتقالية. نعم الانتصار رقم 11 للقرمة، 5 تعادلات 3 هزائم، يرتقي في هذه اللحظات إلى النقطة 38 لمنافسة شرسة وقوية. عودة للقرمة لا زالت حتى الآن تياغو والتمرير والتسديدة، ولكنها مرت تحولت وذهبت إلى خارج أرضية الملعب. معها صافرة حكم اللقاء مشاهدينا الكرام، تشير لوجود نعم تغيير أيمن
طرخات. أنور طرخات بديلا للاعب محمد أبو حشيش. عودة من جديد، كرة أمامية، محاولة تصويب من جانب الديمي. داوودة يحاول، داوودة يبحث، داوودة يتقدم، يمرر على اليسار، محاولة لفت ميسان، عرضية بالراس يبعد من جانب كرار عامر. أداء رائع جدا قدم كرار في هذه المباراة. لفت ميسان حاول أيضا، ضغط، قدم مباراة رائعة جدا، ولكن يصطدم بفريق نادي القرمة الذي يريد العودة من جديد بأوج عطائه وأدائه. رمية جانبية، محمد خضير يحاول، لا زالت الصراع المستمر على جهة اليمين، الصراع المستمر حتى الآن، والصراع والسقوط على هذه المساحة. إذا مشاهدينا الكرام، كرة تحولت إلى ضربة مرمى. أنور طرخات شارك في هذه اللحظات. ثنائي المغربي أيوب وأنور، كرة للأمام، استلام في وسط الملعب، تقدم إلى الأمام، يبحث ويمرر عملية الاستلام، عملية التقدم إلى الأمام، المحاولة، النقل على جهة اليمين، الكرة الخطيرة للثالث، الله 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 الله. وبالعلامة الكاملة البرازيلي، البديل الناجح، البديل الذي يصدق على 3 نقاط، البديل الذي يصدق على الانتصار الأول بعد 3 مباريات لفريق نادي القرمة. يدون البرازيلي بهدف ثالث، بهدف رائع جاء من نقلات من سلسلة من التمريرات التي اقتحم بها نادي القرمة دفاعات نفط ميسان، وصل واقترب الله الله الله. متسلل في كرة الأولى، متسلل تياغو ليونكو للوهلة الأولى، والعودة من هناك، يصدق ويسجل ويدون تياغو هدف الثاني في المباراة، والثالث في منافسات الدوري، إذا المشاهدين الكرام والمتابعين، في هذه اللحظات صافرة النهاية تأتي لتعلن عن نهاية هذا اللقاء بانتصار للقرمة. انتصار للبرتقال يعود من جديد إلى سكة الانتصارات. تياغو البرازيلي بثنائية نظيفة رجح أكثر كفة القرمة من تحقيق هذا الانتصار. مشاهدينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، على أمل اللقاء في مواعيد أخرى. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.